يبدا الفيلم ديالنا في هامبورغ في المانيا، ونشوفوا فرقه ديال الاوبرا غدير واحد الحفله، والمايسترو كيقد اخر اللمسات قبل ما تبدا. وغير غتبدا الحفله غتوصل عصابه من التما وهازين السلاح غيهجموا على الحفله وهدوا الحاضرين كاملين اللي تما، واللي تحرك غيقتلوه. الشاف ديالهم يفتح اللايف وكيقول انه يقتل واحد على كل راس ساعه الا ما خداش الفلوس اللي طلب. البوليس يصيفطوا فرقه ديال التدخل السريع باش يحلوا المشكل اللي تما. غيكون جون هو الرئيس الفرقه ومعاه ماتيو، وبجوج غيكونوا متاكدين انهم يسيطروا على القضيه بالزربه. غيبقاو حادين البلاصه. جون امرهم انهم ما يطلقوش القرطاس باش حتى واحد ما يتاذى، ولكن من يشوف ماثيو الشاف ديال العصابه قتل المغنيه غيتيري فيه بالقرطاس وما قدش يسيطر على راسو وهجم عليهم. غيوقع تبادل اطلاق الرصاص ما بيناتهم والقضيه ترون، ولكن في التالي الرجاله ديال جون غيقدروا يسيطروا على الوضع وقتلوا جميع افراد العصابه. ماتيو غيتصدم منين يشوف الشاف ديالو مقيوس، بقى معاه حتى لفظ انفاسه الاخيره ومات. غادي تدوز 5 سنين. ماتيو تبدل بزاف، ولا خدام في معمل ديال تقطع الخشب، مشى ياخذ خلصتو ومشى ركب في واحد الكار غادي لبوخارست. غنمشيو لامستردام مع الانتربول اللي قبضوا على شي مهربين. غتضرب شيره وواحد الضابط معاه واحد سميتو رومان اللي غادي نعرفوا من بعد انه خدام معاهم، وهذه غير خطه باش يطيحوا العصابه ديال سيبان. غيكون بيرو واقف بعيد وشايف كل شيء، عيط على سيبان وقال له رد بالك راه البوليس شدونا. هتمشي شيره تهضر مع رومان وتكون باغا تشد الراس الكبيره في التجاره. انا رجعوا لماتيو اللي غادي يكون وصل للدار ديال هايلين اللي كانت مرا ديال جون. غتفتح ليه بنته اللي تكون متعجبه منه حيت طويل وصحيح. غتخرج عنده هايلين تستقبله، قالت لبنتها ان ماتيو كان اعز صديق عند باباك. غيعرف ماتيو ان هايلين تزوجات بواحد الواحد سميتو بول باش تعرف تربي بنتها. ماتيو غيقول لها بغيت نعترف لك بواحد الحاجه مهمه. الموت ديال جون كان الغلط ديالي حيت ما سمعش لكلامه وتوريت الاول. قالت ليه صافي بلا ما تتكلم في هذا الموضوع حيت بزز باش قديت تنسى هذا الشيء وتخطيته. واش جاي تفكرني وانت اصلا ما جيتيش الجنازه ديالو وزعما انت صاحبه، وبقات كتبكي وبقات كترجع دوك المواجع. طلب منها السماحه ماتيو وخرج من الدار. تبعاتو هايلين وقالت ليه فين غادي دابا، راه اصلا ما عندك فين تمشي، راه ما كاينه حتى بلاصه فين غتمشي دابا. غنشوفوا سيبان اللي كيدوي مع رجالاتو وكيقول لهم انه كاين شي خائن بيناتنا وضروري نعرفوا شكون. يرجع بول من الخدمه ويلقى بنته جالسه مع ماتيو. منين سول هايلين شكون هذا، قالت ليه صاحب جون ما لقى فين يمشي. بول يكون ما مرتاحش ولكن ما بينش ليها باش ما ينوضش الصداع. منين دخلت انجيلا البيت قالت لامها انها بغات ماتيو حيت ظريف. غيكون ماتيو جالس برا كيتفكر الذكريات ديالو مع جون منين كانوا في افغانستان، وفي ديك اللحظه غيجي عنده بول وبقى كيدردش معاه. قال ليه واش عجباتك السما، قال ليه ماتيو انا كانت كتعجبني السما اللي في افغانستان حيت كانت السما صافيه ونقيه. منين يدخل بول للدار يقول لهايلين انه ما مرتاحش لماتيو وطريقه هضرته كتبينو بحال شي حمق. واش كاين شي واحد كيبغي افغانستان؟ بقات كتبرر ليه انه عاش ازمات بزاف هو وجون في افغانستان وهادشي علاش النفسيه ديالو مأثره. لا غد ليه ينوض ماتيو بكري وقرر انه يرجع يتدرب ودار شويه ديال الفوتينغ وغادي يرجع للدار قبل ما تمشي انجيل للمدرسه. يمشي سيبان لعند بول قال لي انت باين عليك باغي تنصب عليا وباغي تاخذ ليا فلوسي. بول خاف منه وقال لي لا لا راه غير شي غلط في الحسابات. سيبان قال لي هيا عندك مهله من دابا حتى الغدا، الا ما تحلش هذا المشكل غادي ندمك. غترجع هايلين وانجيلا للدار وغادي يشوفوا ماتيو مهموم ويقرروا ياخذوه يفوجوا عليه شويه ومشاو لافوار. منين رجعوا للدار غتشوف هايلين بول مهموم وكيخمم. منين سولاتو قال لها غير شي مشاكل في الخدمه ودابا يتحلوا. لا غد ليه غيخرج ماتيو يجري كيف العاده. غتكون واحد الرحله ديال السياح في وسط المدينه حتى غادي تبان لهم واحد الجثه معلقه فوق الجسر. منين يجيو البوليس يكتشفوا ان اللي مات هو رومان، وهذا الشيء كيعني ان سيبان اكتشفهم وعرف شكون اللي كيخونوا. من بعد سيبان عيط على بول وقال لها شنو درنا في الفلوس. قال ليه بول ثق فيا ان القضيه شويه مزيره، يصبر عليا ونقد لك الامور. سيبان ما عجباتوش هاد الهضره وقال ليه انا عطيتك بزاف ديال الوقت ولكن وقيله خاصني نفهمك بشي طريقه اخرى. بول خاف بزاف. في ديك الوقت غيكون ماتيو كيقطع الخشب وتشوف انجيلا لاطراس ديال القرطاس فداتو وقالت ليه انه كيفكرها في باها. غتعيط هايلين لبول يكون مهموم ومخنوق، قال له انه مشغول بزاف ويتعطل وبقى كيعيط على رومان ولكن ما جاوب واحد حيت رومان مات. غيكون ماتيو مع هايلين وانجيلا في الشارع وقالت لي هايلين غير خليك معنا ما عندك لاش تمشي حيت حنا محتاجين لك دابا. وهما كيهضروا يبانوا لهم شي رجاله لابسين ماسكات وضربوا ماتيو حتى فقدوه الوعي
وداو معاهم انجيل وهربوا. منين يفيق ماتيو ياخذ واحد البيكالا كانت تما وتبعهم، وعيطات هايلين على بول وقالت ليه عاوني بالزربه راه خطفوا لي انجيل. يعرف ان سيبان هو مول هاد الفعله، عيط ليه وقال ليه انا باغي بنتي وخلينا من هاد الشيء. قال له سيبان منين ناخذ فلوسي يكون خير. في ذاك الوقت يكون ماتيو تابع العصابه حتى غادي يضربوا طوموبيل. منين يفيق يلقى راسو في وسط السبيطار ويديه مينطا، بقى كيحاول حتى وقف. منين وقف جات عنده شيره قالت ليه تهتن وحنا اللي غادي نتصرفوا. قال لها ماتيو انه هو اللي غادي ياخذ حقه بيديه وهو اللي غادي يعرف شكون مورا هاد القضيه. رجع للدار وقال لبولو مرتو انه خاص ينقذ انجيل بالزربه. قال ليه بول راك غادي تمشي للموت حيت ما عارف شكون هو هاد سيبان، راه هو خدام مع اكبر منظمه في تايلاند، راه غادي يقتلوك. شدو قال ليه منين انت كتعرف هاد سيبان والعصابه ديال تايلاند. بول ما قدش يصبر وقال لهم الحقيقه كلها انهم اختطفوا لي بنته حيت هو نصب عليهم شي فلوس. قال ليه ماتيو خليك انت هنا وانا غادي نقد بنت ديال جون حيت بالنسبه ليا راه ولات بنتي. بول بقى كيطلب السماحه من مراته انه ما كانش كيتوقع ان الاحداث تطور بهذا الشكل. ماتيو قال له دابا هاد الهضره ما عندها باش تفيدنا، خاصك تطبق معايا واحد الخطه باش ننقذوا انجيل. وخلاه يعيط على سيبان وقال لي انه باغي يرجع بنته اي ثمن. قال لي سيبان هي جبتي الفلوس. قال لي بول يتفق معاه على البلاصه اللي غادي تسلم فيها الفلوس وياخذ بنته. المشكله ان سيبان عايق به انه غير كيكذب عليه وغادي يصيفط الرجاله ديالو بلا بنت باش يتلاقاو بماتيو. في ذاك الوقت تكون البوليس قدو يفكوا الكود ديال التليفون ديال رومان ويعرفوا ان بول عيط عليه من بعد ما مات وبغى يكلمو على شي صفقه كان باغي يديرها معاه. مشي الضابط ميتشي باش يلقبض على بول، استقبل مرته وواحد من الرجاله ديال سيبان يكون جاي لبول حتى هو. غتنوض مقاتله ما بين الضابط ميتشي وداك الفرد ديال العصابه والضابط يتضرب. في ذاك الوقت يكون ماتيو وصل للبلاصه اللي غادي يسلموا ليه فيها انجيل. يجي واحد من الرجاله ديال سيبان باش ياخذ الصاغ وقال لماتيو يلا سير ما عندك حتى حاجه عندنا. منين يفتح الصاك يلقى فيها قنبله تفرقع في البلاصه وغادي يقد ماتيو ياخذ فردي وقتل كل شي بيه وجر واحد الواحد بقى عايش وسولو على البلاصه ديال انجيل وبقى كيعذبو حتى غادي يقول له على البلاصه. انا رجعوا لميتشي اللي ما قدش يدافع على راسو. الروينه نايضه في السفلي وبول مخبي الفوق وكيتسنى اي فرصه باش يهرب. من يسمع الهدوء وعرف ان ميتشي قد قتل داك الفرد ديال العصابه هبط وخلى مرتو كتعاون ميتشي وحيت نيته خايبه. منين ركب في الطوموبيل غادي يتصدم منين يشدوا واحد من اللور ديال الطوموبيل وقتلو. ماتيو يعيط على شيره وقال لي على البلاصه اللي كاينه فيها انجيل. مشى ماتيو بوحدو لتما واي واحد بغى يوقفو كان كيعرف كيفاش يتعامل معاه حتى غادي يدخل تما. في ذاك الوقت جات شيره وعاوناتو باش يقضي على دوك الحراس. سيبان يهرب هو وجوج رجاله ومعهم انجيل يتبعهم ماتيو وشيره وتنوض مقاتله بينهم وبين الرجاله ديال سيبان. وحيت ماتيو عيا بزاف يبقى يتضرب يقاوم وتقاعد وشرك الرجاله بجوج وزرب عليهم وقضى عليهم. يبقى يتابع سيبان حتى يوقفوا. قال ليه ماتيو طلق البنت ونخليك تمشي. سيبان قال ليه واش حمق انا راه معايا فردي وشد البنت. في ديك اللحظه انجيلا تعض ليه يدو وماتيو يشير عليه بالموت جابوا ليه في قلبه. وحتى ماتيو يتقاس بقرطاسه في كرشو ومشات عنده انجيل طمن عليه وهي مخلوعه. ادو 6 شهور ونشوفوا انجيل كتلعب مع الكلب ديالها ونعرفوا ان داك الخشب اللي كان كيقطعوه كان كيدير به بيت الكلب. غتجلس انجيل تهضر مع امها وكتسولها واش ماتيو يرجع لعندهم. قالت ليها الام غادي يرجع لينا شي نهار. ونشوفوا ان ماتيو باقي عايش وشرباطو باش يتسارى به ويدور. هنا وصلنا للنهايه ديال الفيلم ديالنا وما تنساوش الخوت جيم واشتركوا وشي تعليق زوين من عندكم كتشجع لكم لينا وشكرا لكم.